السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة اكلة سهلة وسريعة وان شاء الله تعجبكم. معايا فراخ، اذا كانت بقى صدور او وراك او اتنين على بعض مفيش مشكلة. دي حوالي 750 جرام فراخ مقطعة قطع صغيرة كده، زي مربعات كده صغيرة. وهنعمل جنبيها سلطة حمص. معايا الحمص حوالي ربع كيلو حمص مسلوق. طبعا انا كنت نقعاه في الاول علشان ما ياخدش وقت كتير، وبعدين سلقته وهنضربه دلوقتي في الكبة عشان ننعمه ونعمله زي السلطة كده، هتبقى طعمها جميل جدا وهتعجبه. ومعايا مية من مية سلق الحمص، ومعايا زيت. بصراحة ما عنديش زيت زيتون، بس عملت بايه بزيت الذرة. ومعايا توم مفروم وبقدونس مفروم وجزراية مفرومة، وحوالي 3 فلفلات برضو مقطعاهم قطع صغيرة كده، ومعايا ليمون، ومعايا 4 معالق كبيرة طحينة. دلوقتي انا هضرب الحمص في الكبة. ولو الحمص ما اشتغلش بسرعة في الكبة، ممكن نحط بقى شوية مية من مية السلق بتاع الحمص. وعشان تشتغل معانا بقى في الكبة نزود شوية مية من مية السلق بتاع الحمص، مش قوي علشان مش عايزينها تبقى خفيفة. وبالمرة هنحط كمان حوالي فصين توم مفرومين، وهنحط حوالي فصين توم مفرومين. وهنضرب دلوقتي، احنا ضربناها. هنحط دلوقتي 4 معالق كبار طحينة خام. هنحط بقى بعد ما حطينا الطحينة هنحط سنة فلفل اسود وسنة جنزبيل، وطبعا اكيد كمون عشان الحمص بيحب الكمون. واخر حاجة هحطها عصير الليمون. هعصر ليمونة او ليمونة ونص. بعد ما حطيت الليمون هنحط بقى حوالي 3-4 معالق زيت ذرة. طبعا لو في زيت زيتون هيكون افضل. نحط الملح كمان، ملح وشطة للي عايز. تمام. وهنضربه وخلاص بقى كده السلطة خلصت. هنفضيها خلاص كده، هي جاهزة معانا. نحط على وشها بس شوية زيت، شوية بقدونس مفرومين. هنزوقها بقى بالليمون ورشة شطة كده بسيطة. وكده الطبق اللي هو السلطة خلص. دلوقتي هجيب صينية واحطها على النار عشان نعمل الفراخ. دلوقتي هحط حاجة على النار، معلقتين زبدة كبيرة مع معلقة زيت. دلوقتي هحط الفراخ على الزبدة. هنقلبها. دلوقتي هحط رشة جوز الطيب، هحط شوية فلفل اسود، وجنزبيل، هنخلي الملح شوية للآخر. ودلوقتي هحط الثوم والجزر، وكمان هنحط الفلفل. وهنعصر عليها برضو ليمون. ودلوقتي هحط بقى الملح. هحط معلقة بقدونس. وكده خلاص الفراخ استوت. وكده الفراخ خلصت.
ودي كانت وصفتنا النهارده للفراخ، وصفة سريعة وسهلة جدا ولذيذة كمان، طعمها جميل جدا هتعجبكم. ممكن تاكلوها بقى بعيش محمص او عيش طري، زي ما تحبوا. ويا ريت لو عجبتكم الوصفة تعملوا لي لايك وشير واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.